ألفي 22 أوسبري، واحدة من طياراتي المفضلة بسبب قدرتها على تحليق في مكانها زي الهليكوبتر، وبعدين بتتحول لقيران للأمام زي الطيارة العادية، وده بيسمح لها تهبط تقريباً في أي مكان. في الحقيقة أنا بنيت عدد من الطيارات اللي بتقلع وتهبط عمودي خلال ال10 سنين اللي فاتوا، اللي بتشبه الأوسبري بالمحركات اللي على أطراف الجناحات واللي بتلف لما طيارة بتتحول. بس بقاله فترة من آخر مشروع طيارة بتقلع وتهبط عمودي عملته. ففي الفيديو ده هاخدكم معايا في رحلة إزاي بصمم وببني كل جزء من أجزاء طيارة يتم التحكم فيها عن بعد وبتقلع وتهبط عمودي. اخترت أصنع جسم الطيارة من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية لأنه خفيف الوزن وكمان متين جدا لو حصل هبوط عنيف أو حادث. المشكلة الوحيدة إنه الألواح دي سمكها 1 ملم بس، لكن مع إضافة شوية قطع مطبوعة بتقنية الثلاثي الأبعاد ممكن نزود الصلابة بشكل كبير. الجزء الخلفي من جسم الطيارة هيكون مجرد أنبوبة كربون فايبر مستقيمة، عشان ما فيش حاجة محتاجة ركبها ورا الجناح باستثناء الدفة والرافع، وده بيخلي شكل الطيارة أقرب لطائرة هليكوبتر، لعبة أكتر من إنها طيارة عادية. الخطوة الجاية هي إضافة دعامات الجناح الرئيسي اللي بتستخدم نفس أنابيب الكربون فايبر زي الذيل، والحاجات دي بتتثبت مع بعض بمكونات مطبوعة بتقنية 3D وكمان شرايح فايبر جلاس زيادة علشان القوة، وده هيدي الجناح زاوية ارتفاع لفوق حوالي 8 درجات. بعد كده ممكن دعامة الجناح تدخل في جسم الطيارة وتتثبت في مكانها بكام مسمار، وده بيخلي الإطار قوي وخفيف في نفس الوقت. وده مهم جدا للطراز ده من طيارات الإقلاع والهبوط العمودي، لأنه لما بتكون الطيارة واقفة في الهواء وزنها كله بيتشال من أطراف الجناح، على عكس الطيارة العادية اللي قوة الرفع بتتوزع على طول الجناح. وبما إننا بنتكلم عن الرفع من أطراف الجناح، يلا بينا ننتقل لتركيب الموتور. قبل كده جربت كذا طريقة مختلفة علشان أقدر أميل الموتورات. زي أول نظام استخدمته بسيرفوين، كان فيه سيرفو كبير بيعمل الميلان وقت الانتقال، وسيرفو أصغر بيتحكم في الميلان أثناء التحويم. النظام ده اشتغل كويس جدا، بس كان تقيل جدا برضه. فعلى الطيارة الثانية بتاعتي اللي بتقلع وتهبط عمودي ركبت الموتور حرفيا على سيرفو واحد بس، وهو اللي كان بيعمل الانتقال والميلان وكمان التحكم في التحويم. الطيارة الثالثة بتاعتي اللي بتقلع وتهبط عمودي برضه استخدمت سيرفو واحد، بس نقلت الحركة عن طريق زوج من التروس علشان تخفف الحمل شوية على الرولمان البلي بتاع السيرفو. وأخيراً الطيارة الرابعة بتاعتي اللي بتقلع وتهبط عمودي استخدمت سيرفو واحد بس علشان يميل الموتورين مع بعض عن طريق عمود بيعدي جوه الجناح، وده كان خفيف جداً بس ما كانش مثالي لأن الموتورين ما كانوش يقدروا يميلوا بشكل مستقل عن بعض، فبالتالي التحكم أثناء التحويم كان محدود. ولأن الطيارة دي فيها موتور بس، فده زي ما تكون بتحاول توازن نفسك على كرسي ليه رجلين بس. فعشان الطيارة تتحكم في محور الميل أثناء التحويم لازم تميل الموتورين دول لقدام وورا. ده بيشتغل عن طريق خلق فرق بين خط الدفع ومركز الكتلة، وده بيخلي الطيارة تلف. وكل ما الموتور ده يقدر يلف أسرع، كل ما محور الميل هيبقى أسرع في الاستجابة. وعلشان كده لما يبقى متحكم فيه بالجيرو الطيارة هتبقى أكتر استقرار. فالميكانيزم اللي بيميل الموتورات معمول إنه يكون خفيف على قد ما يقدر، وفيه سيرفو متثبت في عارضة الجناح علشان يقلل وزن الجزء اللي بيلف، وده إن شاء الله هيخليه يستجيب بسرعة على قد ما الميكانيكا تسمح. فأنا طبعت كل أجزاء ميكانيزم الميل بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ولزقت شوية أجزاء مع بعض اللي ما كانتش ينفع تطبع كقطعة واحدة. بعد كده أقدر أركب الموتور في مكانه وأثبت السيرفو كمان، واللي أقدر أركب عليه ترس كبير مطبوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد علشان أتحكم في الميل. النصين دول بيركبوا في بعض وبعدين بيتزحلقوا على عمود الجناح وبيربطوا جزء السيرفو في القاعدة بمسمار علشان يمنعوه من الدوران. وكده يبقى عندنا آلية ميل موتور خفيفة وبسيطة، وكمان أسلاك الموتور والسيرفو ممكن تتعدي بسهولة من خلال عمود الجناح. ودلوقتي زي ما أنت ممكن تتخيل، السرعة للموتورات وآليات الميل لازم تشتغل بيها علشان تفضل الطيارة ثابتة وهي بتعلق في الهواء، لازم تكون سريعة جداً. فبنفس الطريقة اللي الدرون بيحتاجوا فيها جيروسكوبات وحساسات تسارع علشان يحسب سرعات الموتورات، الطيارة دي كمان محتاجاهم. عادة الجيروسكوبات وحساسات التسارع دي بتكون متجمعة في حاجة اسمها وحدة تحكم الطيران،
واللي بتاخد كل البيانات من الحساسات وبتدمجها مع إشارة التحكم اللي بتتبعت علشان تقول للدرون يتحرك في اتجاه معين. لكن للأسف مفيش أي خيارات جاهزة لنوع الطيارات ده اللي بيقلع ويهبط عمودياً، فإحنا هنحتاج حاجة مخصصة أكتر شوية. لحسن الحظ وحدة تحكم طيران قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي اتطورت بواسطة واحد اسمه نيكولاس ريم كجزء من أبحاث الماجستير بتاعته، وهو نشر مجموعة فيديوهات على يوتيوب لكل المشاريع المختلفة اللي استخدم فيها وحدة التحكم في الطيران دي. وحدة التحكم في الطيران بتاعته بتشتغل إزاي؟ هي بتستخدم لوحة معالج صغيرة اسمها تنسي، ودي بتتجمع مع لوحة جايروسكوب ومقياس تسارع عشان تستشعر وضعية الطيارة. اللوحتين الإلكترونيين دول هم كل اللي محتاجه عشان تبني وحدة التحكم في الطيران، وهي بتشغل كود مخصص اسمه دريم فلايت. دلوقتي أنا عملت شغل كتير بكود أردوينو قبل كده، ولحسن الحظ وحدة التحكم في الطيران بتاعته كمان بتشغل كود أردوينو، فعشان كده لقيته سهل جدا في الاستخدام، وبصراحة أنا منبهر جدا لأنه كل الكود منظم كويس وسهل القراءة. بتحس تقريبا إنه إمكانيات تكوينات الطيارات ملهاش نهاية. فأنا أكيد متحمس أستخدم الكود بتاعه في المشروع ده، وغالبا هستخدمه في مشاريع كتير جاية. علشان أبسط توصيلات وحدة التحكم في الطيران ركبت المكونات على لوحة بروتوتايب، وده خلاني أقدر أوصل كل مخارج تنسي بسهولة للوصلات بتاعة السيرفوهات والموتورات. وبكام سطر كود اختبار التثبيت بالجيرو كان شغال كويس. الخطوة الجاية هي إني ألحم وحدة التحكم في سرعة الموتورات، وأنا اخترت أستخدم وحدة تحكم سرعة 4:1. الوحدات دي مصممة علشان الطائرات المسيرة لأنها فيها 4 مخارج للموتورات. دلوقتي الطيارة بتاعتي فيها بس مخرجين للموتورات، لكن الغريب إن الوحدة دي أصغر في الحجم من إني أستخدم وحدتين تحكم منفصلين. بعد كده كل أسلاك الإشارة ممكن تتوصل على وحدة التحكم في الطيران، وكمان الريسيفر ومنظم 5 فولت علشان يغذي السيرفوهات. وجي الوقت إني أكتب شوية كود. ده الكود الرئيسي اللي كتبته للخلط في الطيارة دي بالذات، ولو أنت مهتم تعرف هو بيشتغل إزاي، هو شبهه جدا كود الخلط اللي كتبته للطائرة VTOL اللي عملتها قبل كده، وهسيب لك لينك ليه في الوصف تحت. أول ما ضبطت اتجاهات كل الموتورات والسيرفوهات ركبت شوية مراوح علشان أشوف هي هتعدل الحركة الخارجية كويس ولا لأ. واللي بصراحة مش بنصح تجربوه لأنه مش آمن قوي، بس شكله مبشر. يلا نجرب. أول تحويم. أول محاولة. فعلا طارت من أول محاولة، والدنيا حتمطر كمان شوية، فالأفضل أدخل جوه. وأنا مستني المطر يوقف قريت الكود بتاع وحدة التحكم في الطيران تاني، ولاحظت إني كنت ظابطه على وضع طيران غلط، فغيرت وضع الطيران. ولحسن الحظ الشمس طلعت في الاختبار اللي بعد كده، والمرة دي كان الطيران ثابت أكتر، وحسيت إنه طبيعي جدا لدرجة إني فضلت ألف بالطائرة شوية. وعملت كمان حركة رقم 8. وبعدين نزلت الطيارة قبل ما أخبطها. دلوقتي كل اللي محتاجينه نضيف جناح وذيل للجهاز ده ونشوف هيطير كطيارة ازاي. زي ما تقدر تتخيل الجناح في طيارة الإقلاع العمودي VTOL مهم جدا، لأن على عكس الطيارة العادية اللي بتستخدم مدرج للإقلاع والهبوط، طيارة الإقلاع العمودي لازم تعمل كل ده وهي أصلا في الهواء. ده معناه إنها لازم تسرع من سرعة هواء 0 لحد سرعة الطيران بشكل سلس جدا، وكمان تبطئ من سرعة الطيران لحد الوقوف في الهواء بنفس السلاسة. لحسن الحظ في موقع اسمه airfoiltools.com اللي بيعرض أنواع كتير من أشكال الأجنحة وكمان بيانات الرفع والمقاومة بتاعتها، وده بيساعدني أقرر أنا محتاج أي واحد فيهم. بعد مقارنة كتير بين أشكال الأجنحة قررت أستخدم مقطع ناكا 4412
لأن رسمته البيانية لمعامل الرفع مقابل زاوية الهجوم خطية جدا بين -5 و9 درجات زاوية هجوم، ولأني حركب الجناح بزاوية موجبة 3 درجات، الطيارة حتقدر ترفع أو تنزل بمقدار 6 درجات في أي اتجاه من غير ما تنتج رفع سلبي أو تدخل في حالة توقف. كمثال، هنا جناح أقل كفاءة، حيث معامل الرفع بينخفض بسرعة تحت زاوية هجوم 0 درجة. ودلوقتي بعد ما اخترنا شكل الجناح الهوائي، إيه أفضل طريقة لبناء الجناح؟ طيب، في الماضي أنا طبعت أضلاع الجناح بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولفيت لوحة فوم حواليهم علشان أعمل شكل الجناح الهوائي بشكل تقريبي. بس الطريقة دي مش دايما بتكون دقيقة، لأن لوح الفوم بيبدأ يتشوه حوالين أضلاع الجناح المطبوعة ثلاثي الأبعاد. فعشان كده بدل كده أنا حطبع الجناح كله بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام خامة اسمها PLA خفيف الوزن. الخامة دي بتعمل رغوة لما بتطبع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ووزنها حوالي 40% من وزن الطباعة العادية. المشكلة الوحيدة في الخامة دي إن التمدد اللي بيحصل بسبب الرغوة بيخلي من الصعب جدا على الطبعة تطبع بشكل كويس. خليني أوريك مثال. هنا في جناح طيارة بيطبع من غير أي هيكل داخلي، وزي ما انت شايف الطابعة بس بتتبع الخط الخارجي المستمر لشكل الجناح. لكن لو حبينا نضيف ضلع داخلي علشان نقوي الجناح، الطابعة لازم توقف وترفع الفوهة علشان تتحرك للضلع الداخلي. ده بيخلي فيه شوية مادة زايدة بتطلع من الفوهة بسبب عملية الرغوة، وغالباً بنحل المشكلة دي إننا بنرجع البلاستيك لورا في الطبعة علشان نوقف خروج البلاستيك. بس الطريقة دي مش بتنفع مع PLA الخفيف. علشان نحل المشكلة دي لازم نصمم الجناح بحيث الطبعة تقدر ترسم خط متواصل طول عملية الطباعة كلها. ده معناه إنه علشان نضيف ضلع داخلي للجناح لازم فعلا نقطع فتحة بالشكل ده بيخلي الضلع جزء من الشكل الخارجي، وبيشيل الحاجة إنه الطابعة ترفع النوزل. وده مش بس بيشيل أي مادة زيادة بتتبقى من عملية السحب، لكن كمان بيقلل وقت الطباعة. دلوقتي طبعا ضلع واحد مش كفاية إنه يشيل الجناح كله، عشان كده قضيت وقت طويل أضبط التصميم علشان أطلع بالشكل ده، حيث إن الضلوع الداخلية بتعمل شكل شبكة، وكل ضلع فيه فتحة في النص علشان يقلل الوزن. والجناح كله ممكن يطبع كخط واحد متواصل بالطبعة، وده بيخلي الطباعة سريعة والجناح خفيف الوزن. أول ما طبعت كل أجزاء الجناح بدأت ألزقهم مع بعض، واستخدمت العرضة بتاعة الجناح علشان أضبطهم في خط واحد. كل نص جناح طوله 64 سنتيمتر ووزنه حوالي 90 جرام، وده مش وحش خالص، خصوصاً إنه جناح دقيق جداً من ناحية الديناميكا الهوائية، أو على الأقل أحسن بكتير من اللي كنت ممكن أعمله بأي خامة تانية. الأجنحة دي بعد كده بتتزحلق على دعامات الجناح وبتقفل في جسم الطيارة بالشكل ده، وده بيخلي التصميم مرن جداً وسهل الفك والتركيب. يعني لو الأجنحة تضررت واحتاجت تتغير، أقدر أطبع جناحاً جديد بالكامل في يوم أو يومين وأبدلهم بسهولة. ممكن تلاحظ إن الجناح ده ما فيهوش أي أسطح تحكم أو فليبات، وده علشان أنا ناوي أتحكم في الطيارة باستخدام شوية طرق دمج مختلفة. يلا بينا نشرح إزاي الطيارة دي هتتحكم في نفسها، سواء في وضع التحويم أو الطيران للأمام. وهنبدأ بمحور الميلان، البيتش. زي ما قلت قبل كده، التحكم في الميلان أثناء التحويم بيتم عن طريق إمالة الموتورات لقدام وورا، وده اشتغل كويس في اختبارات الطيران الأولية. بس هتلاحظ كمان إن المسعد الخلفي بتتحرك هي كمان. ده مش هيساعد في ميلان الطيارة وهي بتتحوم من غير رياح، لكن لو في شوية رياح جاية من قدام أو الطيارة بتتحرك لقدام ببطء، ده هيساعد مع إمالة الموتورات. بالنسبة للتحكم في اللف، الموتورات بتشتغل بنفس الطريقة اللي بتشتغل بيها في الدرون التقليدي، يعني واحد يسرع والتاني يبطأ، وده بيكون سريع جدا بفضل تكنولوجيا وحدات تحكم الموتور في الدرون. بالنسبة للتحكم في الياو، بنستخدم إمالة الموتورات تاني، بس المرة دي في اتجاهين عكس بعض، وده بيعمل قوة للأمام على طرف جناح واحد وقوة للخلف على الطرف التاني. وزي ما تقدر تتخيل، دمج كل الحركات دي مع بعض في نفس الوقت هو السبب اللي بيخلي وجود وحدة تحكم الطيران ضروري. وقت الانتقال، التحكم والحركات بتبدأ تندمج تدريجياً في وضع الطيران للأمام، والحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيرش هي حركة المصعد الخلفي. فعشان نخلي الطيارة تميل للأمام أو للخلف، الموتورات دلوقتي بتكون ثابتة في مكانها عشان تنتج قوة دفع بس، لكن المصعد الخلفي بيكمل يشتغل زي ما بيشتغل في الطيارات التقليدية.
بس على عكس الطيارة التقليدية، التحكم في اللف هنا هيعتمد على ميلان الموتورات مش على الجنيحات اللي في الأجنحة. دي طريقة غير معتادة للتحكم في لف الطيارة، لكن نظرياً المفروض تشتغل، وممكن يكون ليها شوية مميزات، لأن التحكم في اللف هنا مش مرتبط باتجاه الهواء اللي جاي على الطيارة زي ما بيحصل لو كان فيه جنيحات. وده ممكن يعني إن الطيارة هتفضل عندها تحكم كامل في اللف حتى لو حصل ستول. وبعدين عشان يتحكم في الانحراف في الطيران للأمام، الطيارة هتستخدم الدفع التفاضلي عشان تدفع طرف جناح لقدام والتاني لورا، لأن مفيش سطح متحرك على الدفة. ده معناه نظرياً إننا نقدر نتحكم في كل محاور الطيارة، سواء في وضع التحويم أو الطيران للأمام، وب5 أجزاء متحركة بس بما فيهم الموتورات. الطيارة بتفضل بسيطة ميكانيكياً وخفيفة الوزن. بعد كده بنيت جزء الذيل الأساسي من لوح فوم، لأنه مش محتاج مقطع جناح محدد للسرعات اللي الطيارة دي هتشتغل بيها. وركبت سيرفو المصعد جوه الدفة، وده يقدر بعد كده ينزلق على ذراع الذيل، وكده إحنا جاهزين لاختبار تاني. كان الجو عاصف جدا في اليوم ده، لكن لاحظت بسرعة إنه آلية الميلان في ناحية كانت بتهتز أكتر بكتير من التانية، وده كان مقلق، لأن المفروض الإلكترونيات تحرك كل سيرفو بنفس السرعة. مع ذلك كنت متحمس جدا إني أجرب أطيرها، فطلعتها للملعب على أي حال. رغم إن الرياح كانت بتلعب بيها، قدرت أتحكم فيها وأنا بطير بيها في وضع تحويم. بعد كده حاولت أتحول للطيران الأمامي، وفهمت بسرعة إني تقريباً ما عنديش أي تحكم في اللف. فرجعت بسرعة لوضع التحويم ونزلتها بأمان. ولما رجعت البيت لاحظت إن واحد من سيرفوهات الميل مش بيتحرك بسرعة زي التاني، وكان سخن شوية. والسبب في ده كان غلطتي، لأني وأنا بجمع محور الميل ما خدتش بالي قد إيه كان فيه مقاومة، وده حط حمل زيادة على السيرفو. عشان أتأكد إن ده ما يحصلش تاني، بدلت السيرفوهات بسيرفوهات أكبر وأسرع بكتير، وقللت أي مقاومة في الميكانيزم. فدلوقتي حتى وزن الموتور لوحده كفاية إنه يحرك المحور لتحت. وكمان بسبب العزم الأعلى للسيرفوهات الجديدة دي أقدر أستخدم نسبة تروس مختلفة، وده بيخلي الموتورات تقدر تميل أكتر، وبالتالي إن شاء الله يديني تحكم أكبر في الميل الجانبي أثناء الطيران للأمام. فجربت تاني بسرعة التحويم في الجنينة ونجحت، والاتنين سيرفو كانوا بيتحركوا بنفس السرعة، مع أن الطيارة عملت صوت اهتزاز وحش جداً، وده كان بسبب الحركة الزيادة في محور الميلان. بس الموضوع ده ممكن يتصلح بسهولة بمشبك صغير على عمود الجناح عشان يمنعه من الحركة. ما كنتش أعرف إن في مشاكل أكبر هتظهر بعد كده، بس نقدر نتعامل معها بعدين. يلا نجربها في رحلة اختبار حقيقية. لما قلبت مفتاح التحويل في وحدة التحكم بتاعتي، العملية كانت تقريبا سلسة جدا، ولما الطيارة بدأت تسرع بعيدا عني ومع السيرفوهات الجديدة، التحكم في اللف كان شغال كويس جدا. بصراحة كانت بتطير زي أي طيارة عادية ب4 قنوات تحكم لاسلكي. لكن في حاجة ما كنتش متوقعة، وهي إنه مقاومة الهواء القليلة في الطيارة دي بتخلي من الصعب جدا إني أبطئها علشان توقف في الجو. لحسن الحظ في وضع التحويم أقدر أرجعها ناحيتي زي الهليكوبتر بالضبط. الانتقال اللي بعد كده للخروج كان شوية صعب، لأن ضابط سرعة الانتقال علشان تلف الموتورات في حوالي 3 ثواني، وده سريع زيادة عن اللزوم، وبيخلي مقدمة الطيارة تنزل لتحت. وكمان محتاج أتمرن على الانتقالات للداخل، لأني لما برفع مقدمة الطيارة علشان أقلل السرعة، ده بيخليها تفقد قوة الرفع بسرعة لما الجناح يتوقف عن الطيران. طيب إيه اللي بيحصل مع التموجات اللي في الأجنحة؟ مادة PLA الخفيفة اللي الأجنحة مطبوعة منها بتبدأ تسيح عند حوالي 200 درجة مئوية، وبتطبع بالطباعة الثلاثية الأبعاد عند حوالي 245 درجة مئوية. مع ذلك PLA ممكن يبدأ يتقوس عند 50 درجة، بس دلوقتي ما كنتش متوقع إنه يتقوس بسرعة كده،
خصوصاً هنا في المملكة المتحدة، بس غالباً اللون الغامق والمطفي مش بيساعد. أسهل حل للموضوع ده هو إني أطبع الجناح من خامة لونها أبيض. بس مثلاً لو سبته في عربيتي في يوم حر، ده كمان ممكن يخلي الجناح يسيح حتى لو مش في الشمس مباشرة. عشان كده محتاج أعيد تصميم الجناح. الجناح الجديد ده فيه ضعف عدد الدعامات الداخلية، وده معناه إنه الغلاف الخارجي للجناح مدعوم بشكل أحسن. بس كمان عدلت فتحات الدعامات عشان تناسب شكل الجناح الهوائي أكثر بدل الفتحات الدائرية. ده أدى لزيادة بسيطة في الوزن بنسبة 5.5%، بس المفروض يقلل أي التواء ممكن يحصل. كمان طبعت تصميم تاني كان فيه دعامات زيادة على طول جناح الطيارة، بس ده كان أتقل بنسبة 20% عن أول تصميم. فلازم نشوف كلهم حيستحملوا الشمس إزاي. مع درجة حرارة حوالي 34 درجة مئوية، جهزت 3 تصاميم للأجنحة وكمان نسخة بيضة من التصميم الثاني، وشلت الغطاء اللي بيحجب الشمس علشان أعرض الأجنحة للشمس. وبسرعة جدا الأجنحة الغامقة وصلت للحد اللي فيه PLA بيبدأ يتقوس، في حين إنه الجناح الأبيض عمره ما عدى 40 درجة. بعد حوالي نص ساعة في الشمس كان واضح إن التصميم الأول اتقوس جامد، لكن الاثنين التانيين كانوا ثابتين وقويين. فاخترت أطبع التصميم الثاني بالمادة البيضاء عشان هو أتقل شوية بس من التصميم الأول، بس المفروض يستحمل الأيام الحارة النادرة اللي عندنا هنا في المملكة المتحدة. كمان شلت سيرفو المصعد الخلفي من الديل وركبته جوا جسم الطيارة عشان أقدم مركز الكتلة. ده خلى الوزن النهائي للطائرة يوصل لكيلوغرام و26، وده مش مشكلة خالص للموتورات دي اللي كل واحد فيها يقدر يطلع تقريباً 2 كيلو ونص دفع، وهم نفس الموتورات اللي استخدمتها عشان أشغل بيها عجلة كهرباء في آخر فيديو لي. وكمان بجناح عرضه 1.30 سنتي. حمل الجناح بتاعه تقريباً زي طيارة الكربون كوب اللي بتتحكم فيها بالراديو دي. بس أكيد كلنا متفقين إن الطيارة دي اللي بتقلع وتهبط عمودي أحلى بكتير. ولما ركبنا الجناح الجديد الطيارة ما حستش حتى بالزيادة البسيطة في الوزن، وانتقالها للطيران للأمام كان سلسا جدا بسبب قوة الرفع العالية وسرعة الانهيار المنخفضة. دايما بلاقي صعوبة إني أقيم أداء طيارة أنا اللي صممتها وبنيتها بنفسي، لأني طبعا حكون متحيز وحقول إنها بتطير بشكل ممتاز. الطيارة دي فيها عيوب، زي مثلا عدم وجود كلابات بيخلي من الصعب تهدي السرعة لما ترجع للوضع العمودي، وكمان البطارية اللي باينة ومعلقة قدام مش أحسن فكرة لو حصلت حادثة، فممكن أبني غلاف انسيابي حواليها في المستقبل. وبرضه ممكن يبان إنه وجود سطح تحكم متحرك واحد بس في المصعد فكرة مش كويسة، لأنه لو الموتور باظ الطيارة مش هتعرف تلف. بس بصراحة لو الموتور باظ أثناء التحويم كانت هتوقع برضه، وكمان الدرونز معتمدة بشكل كامل على الموتورات بتاعتها أصلاً. فمقارنة بباقي الطيارات العمودية اللي عملتها، دي أكيد أحسن واحدة لحد دلوقتي. الطيارة العمودية اللي قبل كده ما كانش فيها تحكم في الانحراف أثناء التحويم، وكمان مساحة الجناح الصغيرة خلت الطيران للأمام صعب شوية. الطيارة العمودية اللي قبلها كانت ثقيلة جدا بسبب دعامات الأجنحة الألومنيوم وآليات الميلان الثقيلة، والجناح المصنوع من الفوم بورد اللي كان سيئة جدا. لازم أعترف مع إن الطيارة العمودية اللي قبل كده كانت المفضلة عندي في الطيران، كان فيها جناح بروفايل حقيقي لأن اشتريت الجناح من طقم جاهز، وكمان الشبه بينها وبين الأوسبري كان جامدا جدا. وأخيرا أول نسخة من الطيارة العمودية بتاعتي، واللي مش هدخل في تفاصيلها زي ما انت شايف، كانت في الأساس عبارة عن أوتوبيس طاير. فإني أخذ كل الحاجات اللي اتعلمتها على مدار السنين اللي فاتت عشان أبني الطيارة العمودية الجديدة دي كان فعلا يستاهل التعب. من الموتور الخفيف وآليات الميلان والجناح المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد بدقة لحد أحدث تكنولوجيا في مواتير الدرون. أنا متأكد إني هرجع أجرب الموضوع ده تاني في وقت من الأوقات لما تكنولوجيا درونز وإمكانيات الطابعات الثلاثية الأبعاد تتحسن. بس لحد دلوقتي دي كانت أطول سلسلة مستمرة على قناتي على يوتيوب، وأول فيديو عن الطائرة العمودية اتنشر في سنة 2013. من وقتها القناة دي كبرت جدا. شكرا لكل واحد فيكم بيتابع مشاريعي، والأسبوع اللي فات عدد المشتركين في القناة دي عدى 1,000,000، وده بصراحة شيء مش مصدق ومش عارف أشكركم كلكم كفاية. يا رب تكونوا لقيتوا المشروع والفيديو ده ممتعين
ويمكن كمان تكونوا تعلمتوا حاجة منه. معظم شغل التصميم كان في ديسمبر ويناير، وأعتقد أني قضيت حوالي 3 أو 4 أسابيع بس في تصميم الجناح. بس فكرت إن ده هيكون الوقت المثالي عشان أخلص المشروع وأنزل الفيديو في نفس وقت وصول القناة ل1,000,000 مشترك. فشكرا جدا على الاشتراك، وشكرا جدا على المشاهدة، ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.